لعلي قد غبت عنكم كثيرا أيها المتابعون الأشقاء. اليوم أعود إليكم في عنوان جديد وقصة جديدة، شخصية أثارت الدهشة بمكرها وخططها ومحاولتها الانقلاب على السلطان ألب أرسلان بهدوء شديد، عكس من حاولوا الانقلاب عليه سابقا فكانت نهايتهم الموت والنهاية. كارا أرسلان كاورتبيه ابن تشاغربيه أخ ألب أرسلان لم يظهر لأخيه ألب أرسلان غير المودة والحكمة والفكر السديد والمساندة له في حكمه للسلاجقة، لكن في الحقيقة كاورتبيه يرغب في الحكم لنفسه أكثر من أي وقت، يتحين الفرصة في كل مرة، فلمن تكون منهم الغلبة؟ وهل نجح كاورتبيه تاريخيا في أن يكون سلطان السلاجقة حسب الوثائق التاريخية؟ هذا ما سنراه. احزم الأمتعة واشترك بالقناة وهيا بنا إلى المونديال. أهلا بكم. المعروف تاريخيا أيها السادة أن السلاجقة يعتبرون من الشعوب المضطهدة والتي يقال أنها عانت كثيرا لتنجح بعد عناء طويل في تأسيس دولتها وليصبح لديها حكم فعلي، لكن رغم ذلك معاناتها في المحافظة على سيادتها بات أمرا متواصلا، وأظن أن مسلسل ألب أرسلان استطاع أن يظهر لنا هذه الأحداث بشكل ناجح، سواء من حيث إبراز الفتن والقلاقل التي عايشها السلاجقة مع من كانوا يشاركونهم الحدود الجغرافية كالغزنويين والبويهيين والبيزنطيين والرومانيين والجورجيين، أو كذلك من حيث الفتن الداخلية التي ذكرها ابن الأثير بتفصيل دقيق. هذه الأخيرة عانى منها السلاجقة كثيرا، كفتن الباطنيين والحشاشين الذين كانوا سببا في اغتيال الوزير نظام الملك الطوسي، وكذلك فتن العرش التي تزايدت حدتها مع وفاة كل سلطان سلجوقي وتغييره بآخر محله. فما سبب فتن العرش هذه؟ في الحقيقة تعد كثرة الأبناء والأمراء أكبر مشكلة أحدثت فتن العرش، الفتنة التي عانى منها السلاجقة سواء سلاجقة آسيا أو الروم، وبعدهم عانى منها العثمانيون أيضا، ولا يزال يعاني منها ملوك زماننا الحديث. إذا رجعنا لشجرة عائلة السلاجقة سنجد أن تشاغربيه حاكم مرو وخراسان كان عنده أبناء كثر. تحدثنا في الحلقات السابقة على قناة حكاية التاريخ عن قصة السلاجقة كاملة، وذكرنا الفترة الفيصلية التي انتقل فيها السلاجقة من مجرد شعب رعوي متنقل في كل مرة تجده داخل حدود دولة معينة ويرعى فيها بموافقتهم ودون الحياد عن شروطهم، إلى أن أصبحوا دولة وأعلنوا الاستقلال. أظنكم لم تنسوا تلك الفترة الفيصلية، وطبعا تميزت بمعركة حاسمة ومشهورة تاريخيا، وهي معركة دندانقان سنة 1040 للميلاد تقريبا. بعد هذه المعركة تقدم طغرل بيه السادة السلاجقة في اجتماع تاريخي شهدته خيمة السيادة السلجوقية، وقال لهم: أنا أعلن تأسيس دولة السلاجقة وأنا السلطان بدءا من اليوم. وحصل على بيعة الأغلبية بأن يكون هو السلطان، وممن بايعوه أخوه تشاغربيه وعدة أمراء آخرين. بايعوه على الطاعة أولا، وأن تكون له أمور الحكم الكلية، وأن يصبح الآمر الناهي في شؤون السياسة والدولة، بينما تبقى لهم الحرية التامة في فتح مناطق جديدة تحت راية اللواء السلجوقي وضمها لسلطانه. وبالتالي كنا ذكرنا في حلقة إبراهيم أينال شجاعته وبسالته، وأنه فتح الكثير من المناطق ويعد له الفضل الكبير في توسيع رقعة الدولة السلجوقية. تشاغربيه كان له عدة أبناء، هو أخو السلطان طغرل، استفرد بحكم قبيلة مرو الروذ وبلاد خراسان، وتزوج عدة نساء وأنجب عدة أبناء، كان من بينهم بهرام شاه وألب سونغور ياقوتي وصفية خاتون وسليمان بيه وألب أرسلان وعثمان وكاورد بيه، وهو مضمون الحلقة. وهناك أيضا أبناء آخرون أمثال أرغون وإلياس وأرسلان. أرسلان بنت أيها السادة وليست ولد، وهي التي سميت تاريخيا أرسلان خاتون، وزوجها ألب أرسلان للخليفة ببغداد. طبعا كلهم لم يكونوا رجال ونساء سياسة باستثناء ألب أرسلان وكاورت، وخبرة ضعيفة جدا لسليمان بيه. سنأتي الآن على ذكر كاورت بيه. استطاع كاورت بيه واشتهر بتأسيسه لدولة شبه مستقلة تقريبا ناحية الجنوب بعد اجتماع طغرل بيه التاريخي، وهذه
هذه المنطقة التي توجه إليها الأمير كاورد عندها خيرات بحرية وفلاحية وتجارية مهمة ساهمت في رقيها في وقت سريع جدا، أكثر حتى من الدولة السلجوقية المركزية في العاصمة الري. هذه الدولة سميت بسلاجقة كرمان أو الدولة الكاوردية أو كرمان هكذا فقط، وتأسست في أراضي كرمان ومكران جنوب إيران الحالية بعد أن انتزع السلاجقة المسلمين من البويهيين، وبالضبط من ملك كان يسمى أبو كاليجار. لما سمع بقدومهم ومعهم عتاد عسكري كبير خاف واستسلم وسلمها لهم، ونفس الأمر صار معهم في الناحية الثانية من البحر أي ناحية دولة عمان الحالية، لأن كرمان كانت تطل على البحر. كرمان هذه أسسها كار أرسلان كاورت بيه تقريبا سنة 1037 للميلاد، واتخذ لنفسه اسم عماد الدين والدولة كاورت بيه، وجعل نفسه حاكما عليها وتابعا لسلطانه طغرل بيه. تخيلوا معي أن الدولة الكرمانية طبعا هي في بدايتها تابعة للسلاجقة، ملكها هو أخ ألب أرسلان. تخيلوا معي أن السلاجقة العظام بتاريخهم وقوتهم وجبروتهم فقدوا دولتهم وتدهورت بسبب فتن العرش بين أبناء ملك شاه حفدة ألب أرسلان سنوات قليلة لاحقة، ورغم ذلك فدولة كرمان زادت في التطور والرقي والنهضة ثقافيا واقتصاديا وعلميا بفضل ذكاء وفطنة كاورت بيه. وكاورت بيه أيها السادة كان عنده عدة أبناء نجحوا حقا في السير قدما بدولة أبيهم بعد مماته وجعلها دولة قوية لأجيال عديدة. ومن أبنائه كان هناك سلطان شاه، كرمان شاه وهو الذي حكم من بعده، وتوالت فروعه توران شاه، عمران شاه، عمر وحسين ونوح وداود ومردان الذي ظهر في مسلسل ألب أرسلان. كاورت أيها السادة وإن كان أخوه الأصغر ألب أرسلان عرف تاريخيا بالقوة والشهامة وبقيادة المسلمين في معركة ملاذ كرد والقائمة طويلة، كاورت بيه هو أيضا بطل مسلم وذو شهامة وقوة لا تقل عن نظرائه في الدولة. إنه تقريبا في الحرب والسياسة كمثل إبراهيم أينال وقتلمش بيه أو أكثر، ويروى عنه أن دولته كانت من بين أنجح الدول في ذلك العصر، خاصة منه على المستوى المالي والاقتصادي والتجاري سواء عبر البر أو البحر وتربية الحيوانات وصيد البحر وخيراته. وما إن سمع بهم التجار حتى جاءوا إليها من بيزنطة والهند، وأسهم في تطورها موقعها الاستراتيجي وتمركزها على رأس مضيق هرمز. هذه الخريطة التي ترونها موجودة على الإنترنت وتظهر التوسع الأقصى الذي بلغته دولة كرمان بعيد معركة ملاذ كرد، وقد بقيت على نفس الحال تقريبا بعد سقوط دولة سلاجقة آسيا العظام سنة 1157 للميلاد، واستمرت هي أي دولة كرمان ولم تندحر إلا في سنة 1187 للميلاد أي بعد 150 سنة من تأسيسها. سؤال: هل كاورت بيه أسس دولة كرمان لوحده أم بأمر من عمه طغرل بيه؟ هذا الأمر اختلف فيه علماء التاريخ كثيرا، لأن الدولة الكرمانية لم تكن كباقي الإمارات السلجوقية من حيث الموقع والطبيعة، لكن في الغالب يحتمل أنه بعد اتفاق البيعة بعد معركة دندنقان استفرد كل أمير بجهة معينة واستهل فتوحاته بها وجعلها إمارة سلجوقية بفضل حنكته وخبرته وجنوده الذين وضعهم السلطان طغرل بيه تحت يده وحكمه، وهذا هو الأقرب. بعض المؤرخين قالوا بأن كاورت انتزع كرمان وحكم حتى قبل الاجتماع التأسيسي التاريخي للسلاجقة، لكن هذا مستبعد لأن السلاجقة حينها لم يكونوا دولة مستقلة ولم تكن لهم القوة الكافية وكانوا يقاتلون أعداءهم على جبهات عديدة، إذن فجيوشهم كانت قليلة ومتفرقة. أظن أن كاتب قصة المسلسل له قناعته بأن كاورد رغم ما حققه من نجاحات إلا أنه كان عنده هدف أسمى، ألا وهو أن يكون قائد العرق السلجوقي وسلطان دولتهم الكبيرة، ويبدو أن هذا الحلم بدأ يراوده لمرة ومرات، وبعدها لم يجد الفرصة سانحة له إلا بعد وفاة السلطان ألب أرسلان سنة 1072 للميلاد. بعدها الأمر تغير كليا. كاورت بيه جعل يرى نفسه جديرا بالحكم أمام بقية المنافسين وهم ملك شاه ابن ألب أرسلان، وكان عمره وقتها 17 سنة فقط، وكذلك الابن الآخر لألب أرسلان ويسمى أياز بيه. ألب أرسلان قبل وفاته أوصى كاورت بالزواج من أرملته وأجزل له في المنح هو وأياز حتى يتخلوا عن العرش لملك شاه، وأخذ الطاعة من الكل بأن ولي العهد هو ملك شاه ويجب طاعته من بعده، لكن كاورت لم يقبل بذلك وسار بجيوشه نحو العاصمة في نفس عام وفاة ألب أرسلان. أما أياز فتقبل الأمر وتراجع. طبعا كمعلومة فقط وجدتها وأنا أطالع الكتب التاريخية، ألب أرسلان أوصى بالعرش لابنه وهو كان صغير حتى قبل
معركة ملاذ كرد، ولم ينتظر إلى أن كان يحتضر إطلاقا. ومن جملة ذلك أن قال لجيشه في معركة ملاذ كرد: إني أقاتل صابرا محتسبا، وإن سلمت فنعمة من الله تعالى، أو وإن سلمت فنعمة من الله تعالى، وإن كانت الشهادة فهذا ابني ملكشاه ولي عهدي من بعدي فأطيعوه. هذا الأمر لم يعجب كاورد بيه إطلاقا أيها السادة. طبعا ما دام تحدثنا عن أبناء ألب أرسلان ممن خلفوه فسنذكرهم للمعلومة فقط. ألب أرسلان كان عنده من الأبناء كل من ملكشاه، أياز، تيكش، بوريبورش، أرسلان، أرجو، سارة، عائشة، وبنتا أخرى حسب ابن الأثير. تمرد كاورد بيه على السلطان ملكشاه الذي صار السلطان بعد وفاة والده يعتبر من بين أهم الفتن الفيصلية في تاريخ تغيير السلاطين السلاجقة. ملكشاه كان صغير السن وشارك مع والده في عدة معارك وفتوحات أهمها فتح قلعة آني، وكاورد بيه كان كهلا كبيرا ذو تجربة عسكرية كبيرة. طبعا ملكشاه لديه داعم كبير وهو الداهية وزير السلطان نظام الملك، خبير شؤون الدولة إضافة لجيش الدولة الذي صار تحت أمره بوصية من والده ألب أرسلان. أما كاورد فكان جيشه صغيرا لكن كان لديه الكثير من الجنود والضباط في جيش ملكشاه يوالونه. وقع الاشتباك بالقرب من همذان سنة 1073 للميلاد، وانتهى بانتصار ساحق لملكشاه وألقى عليه القبض، وكانت لديه النية والتفكير في مسامحته، غير أن الوزير نظام الملك أقنعه بضرورة إعدامه فأعدمه، وأعدم أيضا 2 من أبنائه كانوا معه في هذا التمرد، وأظن أن ميردان سيكون واحدا منهم، والأحداث القادمة ستظهر لنا ذلك. الأبناء الآخرون لكاورد لم يظهروا أو يشاركوا في التمرد، وأعلنوا الولاء للسلطان ملكشاه وحكموا أرض كرمان بعد وفاة والدهم وإعدامه ورضوا بقدرهم. كان كاورد بيه ملكا حكيما متفطنا ومصلحا ومحبا للتغيير ومقداما على فعل الأمور العظيمة، كما أننا ذكرنا في حلقة أربازكان أنه كان من بين داعميه في تمرده واستضافه لفترة بأرضه، وبعدها دعمه واقترح عليه الهروب نحو الأناضول وتأسيس دولة سلجوقية هناك، وذلك ما فعل أربازكان بيه إذ حاول تأسيس دولته بعد ذلك في الأناضول ولم ينجح في ذلك. كاورد بيه عرف تاريخيا بتمرده على السلطان ملكشاه والمعركة التاريخية التي حدثت بينهما والتي أدت إلى وفاته. سؤال: ماذا عن السلطان ألب أرسلان؟ هل حدث أن تمرد كاورد بيه عليه؟ الجواب ذكره ابن الأثير في الجزء الثامن من كتاب الكامل في التاريخ، وهو نفس ما ذكره مؤرخون آخرون. في الصفحة 379 ذكر عنه ما يلي: ثم دخلت سنة 59 و400 للهجرة، وفيها ذكر عصيان ملك كرمان على ألب أرسلان وذكر عودته إلى طاعته. وجاء في ملخص ذلك أن كاورد بيه كان عنده وزير جاهل سولت له نفسه أن يقنع كاورد بيه بالاستقلال ببلاده عن ملك السلطان ألب أرسلان، ففعل كاورد بيه ذلك وخلع الطاعة وقطع الخطبة باسمه. فلما سمع ألب أرسلان بذلك سار بجيشه باتجاه كرمان حتى يؤدبه، فالتقت طليعتهما خارج كرمان فتقاتلتا. الطلائع يعني مقدمة الجيوش أو الفرق الاستطلاعية التي تكون في المقدمة. انتصرت طليعة ألب أرسلان وبلغ أمر تلك الهزيمة كاورد بيه وخاف وهو بقصره بمدينة جيروفت، ولم يقوى حتى على جمع جيش جديد من شدة خوفه، فأرسل بالمبعوث يقدم الطاعة للسلطان ألب أرسلان ويعتذر عما بدر منه ويسأله العفو عن زلته، فعفى عنه ألب أرسلان لأنه أخوه الكبير وحضر عنده، فبكى كاورد بيه وأبكى الجميع باعتذاره، فأعاده ألب أرسلان إلى مملكته ولم يغير عليه شيئا بل أكرمه وأكرم بناته وكن في سن الزواج وجهزهن جميعا وعاد إلى حال سبيله. كان هذا ملخص الكلام. بعد ببضع سنوات وقعت معركة ملاذ كرد، وبعدها أيضا مات ألب أرسلان وتولى من بعده ابنه ملكشاه، وجاءت اللحظة الحاسمة. يبدو أن دموع كاورد بيه لم تكن سوى دموع تمساح هارم. سأقول لكم ملاحظة تاريخية مهمة جدا. ألب أرسلان وهو حديث عهد بالسلطنة تمرد عليه عمه أرسلان يابغو الذي هان عليه أن يصير تابعا لفتى صغير السن، وابن أخيه زيادة على ذلك، فهان عليه الأمر وتمرد عليه. وكذلك ملكشاه وهو حديث عهد بالسلطنة تمرد عليه عمه كاورد بيه. نفس الأمر حدث في الحالتين معا. الكبار لم يتقبلوا التبعية لحكم الصغار فتمردوا عليهم. ألم أقل لكم سابقا بأن التاريخ يعيد نفسه في كل مرة؟ يا الله. طبعا الخيانة الكبرى التي وصمت جبين كاورد بيه هي حينما تمرد على السلطان ملكشاه. طبعا ملكشاه صار سلطانا واعترف الكل له بحكمه،
وصاروا يرفعون اسمه في الخطب. وفجأة كاورت بيه قرر بين ليلة وضحاها أنه يجمع الجيوش وينقلب على ابن أخيه ملك شاه. السلطان ألب أرسلان قبل ما يموت حسب لكل أمر حسابه، وقال للوزير نظام الملك ولابنه ولبقية الوزراء أنه إذا أحد انقلب على ملك شاه ولم يطعه فأعلنوا عليه الحرب واستعينوا عليه بالجند. وهذا ما حدث في قضية تمرد كاورت بيه. ابن الأثير كتب فقرة كبيرة مفادها عندما تمرد كاورت بيه على السلطان ملك شاه، وقال في ذلك أن كاورت بيه سار بجيشه باتجاه الري، وخرج ملك شاه بجيشه لملاقاته، والتقى الجيشان بالقرب من همدان في شهر شعبان. كاورت بيه كان عنده جنود موالين له في جيش ملك شاه، وهذا أعطاه نصرا خفيفا في بداية الحرب، وظن الجميع أن النصر النهائي سيكون من نصيبه، إلا أن الحرب استمرت واستطاع ملك شاه حسمها لصالحه، وأسر فيها الكثير من جيش كاورد. هذا الأخير أي كاورد فر نحو بعض القرى المجاورة بعدما أيقن بهزيمته وتفكك جيشه، وتم تتبعه من طرف بعض الجنود، وهناك تم اعتقاله وجلبه للسلطان. وكان السلطان ملك شاه ينوي مسامحته تماما مثل ما فعل ألب أرسلان مع عمه يابغو، لكن الوزير نظام الملك أقنعه بأن كاورد بيه قد يعود لسابق عهده، وقد يستعين بزعماء القبائل العربية ويعود للتمرد من جديد، فتم الإقرار بالإجماع بإعدامه وإعدام من كان معه من ولده في المعركة. وكذلك فعل السلطان ملك شاه، وأمر وزيرا له يسمى كهرائين بخنقه فخنقه. وسيلة الخنق كانت تستعمل كثيرا في أمور إعدام الملوك الأتراك، لأنهم يرون أن دم الأمراء دم مقدس ولا يجب سفكه. بعد إعدام كاورت بيه تكون آخر فتنة قد تهدد ملك ملك شاه قد اختفت للأبد. ملك شاه بعد ذلك أمر بحكم كرمان لبقية أبناء كاورت بيه ممن لم يشاركوه في التمرد، وأجزل لهم في الهدايا والعطاء، وزادهم في الإقطاعات، فاستوت له الأمور من بعد ذلك. بالنسبة لتاريخ الوفاة التقريبي لكاورت بيه فهو تقريبا سنة 1073 للميلاد، أما تاريخ ولادته فغير مؤكد. سؤال: ماذا لو حكم كاورت بيه دولة السلاجقة؟ هل كنا لنرى دولة سلجوقية مغايرة لدولة ملك شاه؟ أظن والله أعلم أنه كان سينجح في جعلها أكثر رقيا وتطورا. كاورت بيه كان حاكما مسلما مصلحا محبا للخير، لا يتوانى في معاقبة كل فاسد مرتشن، بنى الكثير من المساجد والمدارس ودور الكتب والخزانات والتكايا، وكان يكرم أهل العلم ويجيب كل طلباتهم. وأكبر دليل على نجاحاته أنه جعل من كرمان قوة اقتصادية عالمية في ذلك الوقت، واشتهرت كثيرا بطرق الحرير القادمة والمارة من الهند نحو بلاد العرب. الصورة التي ترونها الآن هي لعملة نقدية ذهبية من عهد كاورت بيه تعود لسنة 1056 للميلاد، وعثر عليها بمدينة هيجيروفت. كانت شخصية كاورت بيه واحدة من أفضل الشخصيات القيادية التي مرت في تاريخ الدولة السلجوقية على مر العصور بحق، لكن لكل نجم بدايته ولكل نجم أفوله، وهكذا انتهت قصة كاورت بيه. نتمنى أن نكون قد عرفنا بشخصية القائد كاورت بيه، القائد الشهم البطل. التاريخ طبعا لن ينسى بطولاته، عدا ذلك لا تنسوا بطولتي أنا أيضا ومجهودي في الكتابة والبحث وتقديم المعلومة. وكما العادة أدعوكم للاشتراك بالقناة من خلال النقر على الزر أسفل المقطع، والاشتراك بصفحتنا أيضا على الفيسبوك والإنستغرام. يمكنكم التفاعل معنا أيضا باقتراح شخصيات جديدة أو بتنويرنا بأي معلومات تاريخية في هذا الصدد. إلى قصة جديدة لا يبقى لي إلا أن أودعكم، وإلى اللقاء. Ben Türk'ün Oğuz soyundan, Kınık boyundan, tüm mazlumların hamisi Sultan Tuğrul Bey yeğeni, Horasan hakimi, bileği bükülmez Çağrı Beyoğlu Muhammed Alparslan.